تعالوا بقى نعمل صوابع جيجي اللي عامله قلبان اللي هي ب750 جنيه، ورغم كده في البيت ما تكلفتش 40 جنيه. معايا هنا كوبايه الا ربع من السميد، هنزل عليهم بكوبايتين من الدقيق الابيض العادي، وعليهم كمان رشه من الفانيليا. يبقى المقادير بتاعتها كوبايه الا ربع من السميد، عليهم كوبايتين من الدقيق، عليهم رشه من الفانيليا، وهنزل عليهم كمان بمعلقه خميره كده صغيره، خميره فوريه، وهنزل عليهم بمعلقتين سكر كبار، هي او معلقه كبيره بس عشان معلقه صغيره فانا ضفت منها 2. وهنقلب بقى المواد الجافه كده مع بعض كويس، وهنزل عليهم بنص كوبايه زيت، ممكن الزيت يبقى زيت على سمنه مفيهاش اي مشكله، او زيت بس. هنقلب بقى كويس الدقيق كده مع الزيت او مع السمنه لغايه بقى ما يتشرب كل الدقيق الحبيبات دي، وتبقى كده ايه عامل زي الرمله كده المبلوله. يعني هتقعدي كده تبسي الدقيق لغايه اما يشرب السمنه دي او الزيت، شايفه بالشكل ده. طبعا هي العجينه بتاعتها سهله وبسيطه، مش محتاجه يعني اي افتكاسات ولا ارقام خزعبليه زي ما عاملينها كده ب750 جنيه. شايفين؟ هنزل عليها بعد كده بقى بكوبايه الا ربع من الميه الدافيه بالشكل ده. هنقلب بقى لغايه اما تبقى معايا عجينه كده ملساء ومتماسكه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنتركها بقى كده ترتاح لمده 10 دقايق بس، مش اكتر من كده، احنا مش هنسيبها تخمر ولا اي حاجه. هنجيب بقى الكيس كده، كيسين تلاجة، وهناخد بقى قطعة من العجين هنفردها بينهم علشان ما تلزقش معاكي، لازم على كيس تلاجة. شايفة بالشكل ده. بعدين بقى هنقطعها كده زي ما احنا بنقطع الكرواسون عادي جدا، هنقطعها كده مثلثات رفيعة، ولازم السمك بتاعها يكون رفيع جدا علشان تستوي معاكي وانتي بتقليها. شايفه؟ هعمل كده مثلثات رفيعه، وطبعا لو المثلث فيهم بقى ما ظبطش معاكي عادي جدا ممكن تشيليه وبعدين تشكليها العجينه تاني وتفرديها، ما فيهاش اي مشكله. اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بقى هنلفها، بصوا ازاي كأنك كده بتعملي ايه كرواسون بالشكل ده. هنلف بقى كل الكميه بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزه اقول لكم طريقتها سهله وبسيطه ومش مستاهله الارقام اللي هما بيبيعوها بيها او الافتكاسات اللي بيقولوها. شايفه؟ اهو هنلفها كمان واحده قدامكم. وبعدين بقى هنجيب طاسه تكون سخنه فيها زيت غزير، ونبدا ان احنا نجيب فيها الاصابع دي. شايفه؟ بعد كده بقى نحطها في الزيت ويكون الزيت سخن، وبعدين هنهدي النار عليه ويبقى نار كده متوسطة علشان تستوي من جوه، لانها هتبقى معجنة او هتبقى عجين لو انتي عليت عليها النار، لان هو اساسا دقيق البسبوسة يعني ما بياخدش وقت عشان فيها دقيق بسبوسة، فمش هياخد وقت معاكي وهتحمر بسرعة وهتبقى ناية من جوه. شايفة بالشكل ده؟ طبعا في المرحلة هتحضري بقى شربات تقيل علشان تسقيها بعد ما تطلع على طول وتحمر كده وتاخد اللون بتاعها. شايفين بالشكل ده؟ واول ما تخرج بقى نزيها شويه شربات، وهنحط كده معاها كمان صوص شوكولاته. اتمنى تجربوا الوصفه دي وتعجبكم، ما تنسوش تعملوا